النهاردة عندنا قصة ملهمة بشكل مش طبيعي. قصة شاب مصري عاش حلمه بكل تفاصيله وخلى العالم كله ينبهر بيه. النهاردة بنتكلم عن محمد حمدي، أو زي ما الناس بتحب تسميه باتمان العربيات. شاب بدأ من الصفر ووصل لعالم مليان تحديات وسباقات، وامتلك واحدة من أندر العربيات في العالم، وهي عربية البات موبيل اللي خلاها أسطورة بالتاتش بتاعه. خليك معايا للآخر عشان الحكاية دي هتغير طريقة تفكيرك عن تحقيق الأحلام. محمد حمدي من طفولته كان بيعشق العربيات، ومش مجرد إعجاب، ده عشق بكل معنى الكلمة. كان يقعد بالساعات يتفرج على سباقات الفورمولا 1 ويقرأ عن تصاميم العربيات، ويحلم في يوم يكون عنده عربيات شبه اللي بيتفرج عليهم. ووالد محمد حمدي بيكون صاحب شركة سلاح التلميذ، ودي من أشهر شركات الكتب الخارجية في مصر. ولكن محمد حمدي قرر يحول الحلم ده لحقيقة، ومن هنا كانت البداية لطريق طويل. ومن صغره قرر يتعلم كل حاجة عن العربيات، حتى لو الموضوع صعب أو الفرص قليلة. وأول نقطة تحول كبيرة حصلت لما قرر يدخل سباقات الكارتينج للهواة، ودي كانت الطفرة لأنها خلت الناس تلاحظ موهبته، والأهم إنها بدأت تفتح له سكك كتيرة في المجال. وبعد نجاحه في سباقات الكارتينج، محمد حمدي قرر يخش في تحدي أكبر، وفعلا بعد تعب سنين انضم لفريق فيراري اف كورسا الرسمي، وبقى أول شاب مصري يشارك معاهم. قلت له عايز أجرب، اديني فرصة أجرب. قال لي محدش بيجرب مع فيراري كده بسهولة، وهي مش مسألة فلوس، وهي مسألة يعني أولا لازم يكون هم عايزينك، ثانيا لازم تكون أنت بتعرف تسوق عشان خاطر انت حتى ما سوقتش العربية. لا، فده موضوع مش سهل. لا بس هي العربيات بالنسبة لي اديني أي عربية هسوقها يعني مش حوار يعني. فدي برضو حاجة بالنسبة لهم كانت يعني، هو أنا عجبتهم في كذا حاجة يعني. أنا في مرات وأنا كنت بسوق يعني مش كنت بسقط، بس اللي هو كنت تركيز طبعا ازاي كده، فبص الاقي ان انا عربيه في اللوجو بتاع فيراري قدامي، فما بصدقش ان انا سايق عربيه فيراري. بتنسى بقى يعني بعد اللفه النية بتنسى انك سايق عربيه فيراري. تخيل معايا شاب مصري بسيط في المجال واقف وسط اساطير السباقات، وبيشارك معاهم في سباقات عالميه مع واحده من اعظم الفرق في تاريخ العربيات. لكن محمد حمدي ما كانش مكتفي بالسباقات، وقرر يعمل حاجه تخليه يبقى ترند على السوشيال ميديا والعالم كله. اشترى واحده من اندر العربيات في العالم، وهي عربيه باتمان. وكانت العربيه عباره عن تمثال ما بتتحركش، مجرد منظر، لكن هو بدأ شغل فيها وخلاها عربيه بتمشي زي اي عربيه. ودي كانت حاجه فشيخه جدا يعني، مش محتاج اقول طبعا. العربيه دي مش عاديه، دي واحده من 5 نسخ بس في العالم، ومعظم النسخ دي موجوده في متاحف او معارض او مقفول عليها. واللي خلى الموضوع جامد انه عدل على العربيه بنفسه وسقط لها موتور BMW V12. وكمان الغير طبيعي ان العربيه دي فيها اسلحه بجد وحقيقيه من طيارات الاتحاد السوفيتي، لو اتحط لها طلق هتضرب نار. تعالى نبتدي مثلا ايه، تعالى نبتدي ده اوكي. ده قاذف صواريخ طياره هليكوبتر من الاتحاد السوفيتي. الرشاش ده برضو على نفس الطياره الهليكوبتر دي. بص تعالى كم شو دم. بص ده رشاش حقيقي، مش بلاستيك. بص تمام. ودول طبعا وكمان فكرة انه يقنع الامير في موناكو انه يرخص العربية دي ويمشي بيها في شوارع موناكو، دي كانت حاجة مش سهلة خالص وجامدة فشخ. خلي بالك عايز اقول لك حاجة، ان الرشاش ده يعني العربية دي اخدت موافقة ان احنا نروح طبعا نقابل بيها اسمه الامير ألبرت الثاني، اللي هو عايش في القصر ده، اللي هو امير مونte كارلو. هيقف بعربية فيها رشاشات يفرج الامير على الموضوع ده. بس هو راجل عاشق للعربيات وعنده متحف عربيات جديد عزمنا ليه، هيبقى في 7 الافتتاح بتاعه ان شاء الله. هاخدكم ليه نشوف برضه الموضوع ده. ومش بس كده، محمد حمدي قرر يثبت نفسه في السوشيال ميديا واستعان بشهرته وخبرته عشان يعلم الناس اكتر عن العربيات، وبدأ يعمل فيديوهات بيقدم فيها ريفيوهات عن العربيات وحاجات تخلي اي حد يحب المجال ده اكتر. ومن اكتر الحاجات اللي بتعجبني في محمد حمدي انه دايما عايز يكون مصدر الهام لكل شاب عنده حلم، وانك لو عندك شغف حقيقي تقدر تحققه مهما كان صعب او مستحيل.
وطبعا مش هننسى ان محمد حمدي عنده اسطول عربيات كامل متكامل ان كان في مصر او في موناكو. ومن العربيات اللي عنده لامبورجيني افنتادور اف، واللي بتيجي بموتور V12 6500 سي سي اول ويل درايف، وبتيجي بقوه 740 حصان، وبتتسرع من 0 ل 100 في 2.9 ثانيه بس، والتوب سبيد بتاعها اكتر من 340 كيلومتر في الساعه، وسعرها $416,000. وكمان فراري 812 نسخة الجي تي اس بتيجي بموتور V12 6500 سي سي، بتطلع 789 حصان، وبتكون رير ويل درايف، وسعرها $430,000. وعنده فراري F8 بتيجي بموتور توين تيربو V8 3900 سي سي بقوة 710 حصان و770 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتتسرع من 0 ل 100 في 2.9 ثانية بس، والتوب سبيد بتاعها 340 كيلومتر في الساعة، ودي سعرها بيبتدي من $284,000. وطبعا السعر بيختلف لما بتكون نسخة السبايدر. كمان الوحش الكاسر اللي عنده ملكة الحلبات بورشه جي تي 2 ار اس، اللي بتيجي بموتور فلات 6 بقوة 700 حصان، وسعرها ما بين 395 أو $450,000. وامتلك لامبورجيني هوراكان اس تي او، اللي بتيجي بموتور V10 5200 سي سي، بيطلع 630 حصان، وسعرها $335,000. وكمان الوحش الايطالي بالاسلوب العائلي لامبورجيني اوروس، ومتعدله لستيج 2 بموتور V8، ومش معرف الناس العربيه دي كام حصان للاسف، وسعرها $273,000. وفي فئة الفي 8 امتلك عربية من أجمل العربيات في تاريخ ألمانيا، وهي مرسيدس SLS AMG، ودي سعرها $334,000. ومعاه 2 بورشه كايان، وكمان ما ننساش الملكة رولز رويز. وكمان عنده BMW XM اللي بتيجي بموتور V8 4400 سي سي توين تيربو هايبريد، واللي بتطلع 650 حصان اول ويل درايف. ولكنه ما اكتفاش بكل القوة دي، فباعها وجاب النسخة المتوحشة بالزيادة، وهي BMW XM ريد ليبل، اللي بتيجي بنفس الموتور بس بتطلع هنا 748 حصان، ودي سعرها $344,000. وعنده BMW 7 سيريس اللي بتيجي بموتور V8 4400 سي سي توين تيربو، اللي بتطلع 536 حصان و750 نيوتن متر من التورك، وسعرها $122,000. وكمان محمد حمدي امتلك اسرع عربيه SUV بنزين في العالم، وهي الاستون مارتن الBBX 707، واللي بتيجي بموتور V8 بقوه 707 حصان، وبتتسرع من 0 ل 100 في 2.9 ثانيه بس. انت متخيل عربيه SUV بالقوه دي؟ ودي سعرها $242,000. وعنده BMW X6 M60i، وبنفس موتور ال XM بس مش بتكون هايبرد، بقوة 530 حصان، ودي سعرها $97,000. وطبعا محمد حمدي مش هيكون ناسي فيراري، لانه امتلك فيراري ال SF90، ودي اول عربيه هايبريد عند فيراري، وبقوه 1000 حصان، واللي بتيجي بسعر $593,000. وكمان فيراري بيرسانجوي، ودي اول عربيه SUV من فيراري، او بلغه فيراري FAV، وسعرها $400,000.
وكمان عنده فيراري F8، لكن دي مش اي F8، دي فيراري F8 كيفاني، واحدة من اصل 20 نسخة بس في العالم، فراري واحده من 20 في العالم F8 كيفاني. وشكلها زي ما انتم شايفين كده، يعني الله اكبر عليها بجد. وكمان اللوتس اليترا اللي بتكون اسرع عربيه SUV كهرباء او بنزين حاليا في العالم، ودي سعرها $130,000. وكمان من اكتر العربيات اللي انا معجب بيها جدا اخر فتره وهي هامر EV. رغم ان محمد حمدي بيحب عربيات البنزين، لكن هو حب عربيات الكهرباء لانها سريعه جدا، والتسارع بتاعها من 0 ل 100 خيالي، وسعر العربيه دي $96,000. ولان ختامها مسك، واخر عربيه عنده وهي عربيه باتمان، ويا ريت كلنا يا جماعه نقول ما شاء الله عشان الراجل ده يروح مننا كده. وبس كده، مش هطول عليكم. الفيديو ده انا كنت بحضر له من زمان، والحمد لله قدرت اعمله، وبجد يا ريت تجيلي الفرصه واقابل مستر محمد حمدي واعمل ريفيو في عربيه من عربياته، واعمل فيديو يكسر الدنيا. ولو الفيديو عجبك دوس لايك وسبسكرايب، وما تنساش تتابعني عشان تشوف كل جديد.